يا اهلا يا اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، وخصوصا انا بقالي كتير جدا ما طلعتش معاكم واتكلمت. وبعدين اول حاجه لازم اقولها لكم ان انا اقول لكم ميرسي على كل دعوه حلوه انتوا دعتوها ليا، لان انا بجد ما زلت محتاجه كل دعوه، بس الحمد لله نعمه وفضل انا احسن من الاول بكتير. بعد ما عملت الفيديو بتاع الورق الزبده اللي كان خربان وبوظ لي الوصفه، بس انا صممت ان انا انزله علشان اي حد يتعرض الموقف ده يبقى عارف ايه اللي ممكن يحصل. بعد ما عملت الوصفة ورجعت سألت على ورق الزبدة، جربت ورق الزبدة ده. الورق الزبدة ده يا جماعة خطير. لما جبته وجربته وصورت بيه وصفة ما نزلتهاش، بس جربته الأول قبل ما أعمل لكم الفيديو ده، بجد قلت لازم أقول لكم عليه. ده ورق زبدة أنا جبته من محل الحلوانية، مش من عند أي حد. بصوا أنا جبته الورق الزبدة ده الحجم الصغير. الحجم ده بيتكلف 30 جنيه بالظبط، والحجم الكبير بيبقى على قد الصاج. بصوا هو معمول كده ليه؟ لان هو بيتغسل وبيبقى راجع نضيف تاني زي الفل. يعني انت تعملي بيه الوصفه عادي جدا لو حاطه دهناه زيت او عاملاه باي شيء، بس برضو لما بتغسليه بيرجع تاني زي الفل. جربته في نفس الوصفه اللي انا عملتها وكان ورق الزبده لازق فيه، بس كان لذيذ جدا. بس برضو انا كنت بصراحه مش مأمنه قوي، دهنته دهنه بسيطه جدا من الزيت، بس كان حلو وما لزقش خالص. وجربته في اكتر من وصفه وقلت لو كده بقى وكان تمام لازم بجد اوريه، يعني اصوره واوريه لكم. ده عامل 50 جنيه وده 30 جنيه. طبعا في الاول وفي الاخر تكاليف اي وصفه علينا بتبقى اكتر من كده، فلما احنا نجيب حاجات من دي بسيطه مش هتكلفنا كتير. وده كان فيديو النهارده، بس كان الاهم من ان انا اقول لكم على ورق الزبده، في ان انا اقول لكم وحشتوني جدا وميرسي على كل دعوه حلوه انتوا دعتوها ليا من قلبكم. وان شاء الله في فيديوهات كتيره سوا باذن الله اكتر من الاول. اشوفكم على خير، باي باي.